اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل شويه قرص مع بعض كده. معايا هنا مجين اتنين من السمنه، مجين الا ربع، الربع هكمله ايه بالزيت. وهنا كده معايا حوالي 3 مجات من اللبن الرايب. بصي هنا رايب خالص ازاي، بس هضربه في الخلاط بشويه سكر، معلقه واحده بس سكر. بصي ما شاء الله حلو يعني. هنا معايا 2 كيلو من الدقيق، ماشي، عليهم كوبايتين الا ربع من السمنة وربع كوباية زيت. تمام. وعليه ده ينسون و... و... اللهم صل على النبي. ينسون وكمون، حطيتهم كده على النار يتحمصوا كده شوية وبس، وطيت خالص. بصوا يا جماعة، انا بتعامل بالبركة. هنا حوالي 3 معالق من السكر، رشة ملح. بقلب ده كله مع بعض وكده. بحط السمسم على الخميرة، على كل حاجة. مش بمشي بمقادير بصراحة، بتطلع زي العسل الحاجة. عندي هنا نص كيس من البيكنج باودر. تمام. كل ده بتقلبي. حمصت شوية اليانسون والكمون، وايه، قلبي ده كله مع بعض. كانت تحفة يا جماعة والله، ما شاء الله عليها. تمام. هنزل باللبن. انا نسيت ان انا احط الخميرة، بس هفتكر دلوقتي واحط الخميرة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. برضو الخميرة حوالي معلقة كبيرة او معلقتين كبار. ماشي. تعجني بقى ايه. انا في ناس يا جماعة بيعملوها بالايه، بيحطوا السمنة الاول ويدوبوا السمنة في الدقيق كويس خالص، وبعد كده يحطوا اللبن بشوية الخميرة. على حسب. انا دي طريقتي، انا يعني انا بقول لكم دي طريقتي، مش وبتطلع زي العسل. فجربوها باذن الله هتعجبكم ان شاء الله يعني. تعجني بقى، تعجني. فانا مش عارفة ان انا مش متملكة ان انا اعجن خالص على الرخامة فوق. فايه لازما كده تشميرة، وانزل بقى تحت. هسيبكم دلوقتي وهنزل تحت. بس بصوا خلصوا كلهم يعني، ما يجوش اللي اتبقى بق واحد بس اللي اتبقى. بس هنا بقى بصوا بحط السمنة واعجن برضو، ادخل ده في قلب ده كويس خالص. برضو هيتبقى بق واحد بس، يعني اقل من النص كوباية، من الربع كوباية من السمنة دي. تمام. اهو بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، كانت تحفة. بصوا كانت جميلة. واليانسون يا جماعة والكمون ده بيديها ريحة وطعم جميل قوي. هنا تقفلي بقى عليها عشان تخمر مع نفسها. تمام. بس بقى كده تقفلي عليها كده بالكيسة اللي هي دي، كيسة الدقيق اللي كانت فيها. تسيبيها بقى تخمر كده مع ايه، مع نفسها. بصوا اللي اتبقى من السمنة حاجة بسيطة خالص. هنا عندي لقيت عجوة، حتة عجوة كده. فهحطها في قلب الحلة تاني، وهنزل عليها بشوية سمنة، شوية سمنة صغيرين خالص. وايه، والباقي من السمسم احطها على النار تفك خالص مع نفسها. بصوا اهو. ان شاء الله يا جماعة تعجبكم باذن الله. متنسوش يا جماعة بالله عليكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وربنا يسعد ايامكم يا رب. بصوا هنا بقى بتكوري كده العجوة بتاعتك، كور 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 كور. تمام. كل كورة بتحطيها ايه اهو، تقفلي عليها كويس خالص. في زي ما بقولكوا يا جماعه ناس كده بيعملوا بيحطوا السمنه على الدقيق، بيخلوها عامله زي الرمل كده الاول، وبعد كده يروحوا حاطين الايه اللبن مع الخميره. كل واحد حسب طريقته يعني. فانا بعرض لكم طريقتي، اللي حابب يعمل بيها يعملها ان شاء الله تعجبكم باذن الله لو عملتوها. انا بعجن باللبن الرايب الاول، وبعد كده بحط السمنه بقى، وبتطلع زي العسل والله. بصوا ما شاء الله عليها، اللهم بارك. دي بقى كانت العجوة طبعا خلصت. ف حطيت، كان عندي جبنة حادقة على جبنة فيتا، فبقيت ايه بشكل يعني. وفي عملت سادة خالص يعني من غير حاجة خالص. بصي تقفلي، لازم تقفلي عليها كويس خالص.
بس طلعت قمر ما شاء الله عليها، قمر قمر قمر. بصوا يعني عاملة زي القطن والله يا جماعة. بصوا عاملة زي القطن، بص ما شاء الله. فتحت تاني زي ما هي ما شاء الله عليها يا جماعة. جربوها بإذن الله تعجبكم. بصوا من جوه ما شاء الله عاملة زي القطن والله، كانت جميلة خالص يعني. بصوا ما شاء الله عليها، اللهم بارك يا رب. جربوها بإذن الله تعجبكم والله يا جماعة. ربنا يحسن ما بين ايديكم دايما يا رب، ويصلح احوالكم جميعا يا رب، ويوسع علينا جميعا يا رب. تنسوش بقى لو وصلتوا لحد كده معايا، ما تنسوش بالله عليكم ان انتوا تشتركوا في القناة. وادي كوبايتين شاي بقى مع ايه، عملت هرم من عملت هرم من القرص. السلام عليكم ورحمة الله.